السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كيمس بشكل مباشر آه، واحد المجموعة كبيرة من الموظفين والأجراء في المغرب، واللي باغيين يكملوا القراية ديالهم في الجامعة، سواء من أجل الحصول على واحد الشهادة جديدة أو تطوير المستوى المهني ديالهم أو تحسين الفرص ديالهم في الترقي المهني. الموضوع اليوم هو ديال التوقيت الميسر المؤدى عام. هذا المصطلح يمكن يبان شوية تقني، ولكن الفكرة ديالو بسيطة. كاينين موظفين وأجراء عندهم خدمة، عندهم التزامات مهنية وعائلية، وبالتالي ما يقدوش يتفرغوا للدراسة بالطريقة العادية اللي كيديرها الطالب اللي ما خدمش. لهذا كاين نظام كيسمح لهم أنهم باش يتابعوا الدراسة ديالهم في واحد الوقت، واحد التوقيت اللي كيتناسب أكثر مع داك الظروف ديال العمل ديالهم. ولكن المشكل اللي خلق الجدل هو أن هاد التكوينات ولات مرتبطة برسوم مالية. وهنا بدا واحد النقاش كبير: واش الموظف او الاجير اللي باغي يرجع يقرا في الجامعه العموميه خاصو يخلص؟ واذا كان خاصو يخلص، شحال خاصو يخلص؟ وشكون اللي خاصو يستافد من الاعفاء؟ واش نفس الرسوم خاصها تطبق على جميع الموظفين حتى الا كانت المداخل ديالهم مختلفه بواحد الشكل كبير؟ ومن جهه اخرى كاين سؤال اكبر من هادشي كامل: واش هاد الرسوم كتعتبر غير مساهمه في التكاليف ديال التكوين الاضافي خارج الأوقات العادية، ولا حنا قدام بداية ديال تحول في طريقة تمويل التعليم الجامعي العمومي؟ هذا السؤال بالضبط هو اللي خلى الموضوع يتحول من مجرد قرار إداري إلى واحد النقاش قانوني اجتماعي وحتى حقوقي. حسب العرض ديالنا، الفيديو ديالنا، فالقانون رقم 59 نقطة 24 اللي تنشر في الجريدة الرسمية في فبراير 2026 أعطى للجامعات استقلالية أكبر، سواء من الناحية البيداغوجية أو المالية، وفتح المجال لإحداث تكوينات بمقابل في إطار التوقيت الميسر والتكوين المستمر، خصوصا لفائدة الموظفين والأجراء. بعد هذا القرار بدات كتظهر لنا الاعتراضات. الموضوع ما بقاش متعلق فقط بالرسوم، ولكن ولا متعلق كذلك مبدأ تكافؤ الفرص ومجانية التعليم، العلاقة ما بين الجامعة العمومية والطالب أو موظف اللي باغي يكمل الدراسة ديالو. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا القصة من البداية، غادي نشرحوا شنو هو هذا النظام الجديد، غادي نشوفوا شحال هي الرسوم، وغادي نفهموا علاش الموظفين والأجراء احتجوا، وغادي نعرفوا الحجج اللي كتقدمها التنسيقية الوطنية، وفي المقابل غادي نشوفوا موقف رؤساء الجامعات والوزراء، الوزارة اون جينيرال. من بعد غادي نديروا مقارنة ما بين الطرفين. في الأخير غادي نحاولوا نفهموا شنو ممكن يكون مستقبل مجاني التعليم الجامعي في المغرب. يعني إلا كنتي واحد الموظف لواحد الأجير وحتى مهتم بمستقبل التعليم العمومي في المغرب، هذا الفيديو غادي يهمك. خلينا نتابع باش نفهموا اصلا. وصلنا لهذا النقاش، خاصنا نبداو بالاطار القانوني. القانون رقم 59 24 اللي تنشر في الجريده الرسميه في فبراير 2026. هذا القانون جاب واحد التغيير مهم في الدراسه في طريقه ديال تدبير الجامعات، وهو تعزيز الاستقلاليه ديال الجامعات. يعني الجامعات ولات عندها هامش اكبر في التدبير البيداغوجي والمالي. في الامور اللي دخلت في هذا الاطار امكانيه احداث تكوينات مقابل، وهذه التكوينات كتهم خصوصا التوقيت الميسر او التكوين المستمر. الفئه المستهدفه هنايا ماشي بالضروره الطالب اللي متفرغ بالكامل للدراسه، ولكن بالاساس الموظفين والاجراء اللي عندهم واحد الالتزامات مهنيه وباغيين يكملوا المسار المهني ديالهم. مثلا تخيل معايا واحد موظف خدام من الصباح حتى العشيه. هذا الشخص باغي يكمل الدراسه ديالو، ولكن اللي كانت الدراسه كدار في الاوقات العاديه غادي يكون عنده مشكل كبير في التوفيق ما بين القرايه والخدمه. لهذا التوفيق، لهذا ذاك التوقيت الميسر كيعطي امكانيه ديال تنظيم الدراسه بواحد الطريقه اللي كتراعي اكثر ظروف الناس اللي خدامين. من ناحيه مبدئيه هذه الفكره كتبان لنا ايجابيه، حيت كتخلي انه ذاك الموظف او الاجير ما يضطرش يختار ما بين الخدمه والقرايه. يمكن ليه يبقى خدام وفي نفس الوقت يطور من المستوى العلمي ديالو. وهنا كنوصل لواحد الفكره مهمه بزاف: التعلم ما خاصوش يسالي بمجرد دخول الانسان سوق الشغل، وهذا الشيء اللي كيديروه بزاف ديال الناس. موظف ممكن يبغي يزيد الشهاده ديالو، ممكن يبغي يطور الكفاءه ديالو، وشخص عنده سنوات ديال الخبره يمكن يبغي يرجع للجامعه باش يحصل على واحد التكوين اكاديمي جديد. اذا من هذه الزاويه التكوين المستمر ولا التوقيت الميسر يمكن يلعبوا واحد الدور مهم. بدا منين دخل العامل المالي، لان التكوين ما بقاش بالضروره مجاني. اصبح موظف او الاجير اللي بغى يستافد من هذا المسار مطالب باداء رسوم. هنا السؤال تبدل، بقى السؤال: واش نعطيو الموظفين
فرصة أنهم يكملوا القراية ديالهم. ولكن السؤال ولا بأي ثمن؟ شكون خاص هذا الثمن يتخلص؟ وهذا الثمن واش عادل بالنسبة لجميع الموظفين؟ وهنا بالضبط بدا الخلاف. وهذه هي النقطة اللي ربما أكثر حساسية في هذا الموضوع، اللي هي قيمة الفرصة. حسب المعطيات اللي موجودة، واجبة التسجيل في التوقيت الميسر كتبدا من حوالي 5000 درهم سنويا، ولكن في بعض المسالك خصوصا في الماستر والدكتوراه المبلغ كيقدر يوصل لنا حتى 20,000 درهم سنويا، 2 المليون في العام. يعني بغيتي دير مثلا دكتوراه، ماستر كنظن 1,500,000. دابا خلينا نفكروا في هذه الأرقام بواحد الطريقة عملية. 5000 درهم في السنة ممكن بالنسبة لشي موظف تكون مبلغ يقدر يدبر، ولكن بالنسبة لموظف واحد آخر اللي عنده أسرة، عنده مصاريف السكن، النقل، الأطفال، مصاريف يومية كتكون مختلفة، ممكن تكون هاد 5000 درهم أصلا عبء إضافي. دابا إلا وصلنا ل 10000 درهم ولا 15000 درهم ولا حتى 20000 درهم في العام، هنا السؤال ديال القدرة المالية كيولي مهم بزاف. لأنه الموظفين والأجراء ما عندهمش نفس الرواتب. كاين اللي عنده دخل مرتفع، وكاين اللي عنده متوسط، وكاين اللي عنده محدود. وملي كتحدد واحد الرسوم اللي موحدة، نفس المبلغ يكون سهل على واحد وثقيل جدا على واحد آخر. وهنا كاين واحد التخوف اللي كتشير ليه التنسيقية، وهو أن القدرة المالية ممكن تولي بشكل غير مباشر شرط باش الإنسان يكمل دراسة. يعني رسميا راه الباب مفتوح لكل شيء، لكن عمليا اللي عنده قدرة على الأداء هو اللي يقدر يدخل بواحد السهولة أكبر. واللي ما عندوش قدرة مالية ممكن يلقى راسو مضطر أنه يتراجع. وهنا كنطرحوا السؤال ديال العدالة. العدل فرض نفس المبلغ على موظفين عندهم مستويات دخل مختلفة. ما خاصش مثلا رسوم مرتبطة بالدخل ولا إعفاءات داخل هاد الرسوم بالنسبة للناس اللي عندهم الدخل محدود. هنا كاين واحد المطلب ديال بإعفاء الفئات داخل ذات الدخل المحدود، أو ربط الرسوم بالدخل. بالتالي الخلاف هنا ماشي فقط على 5000 درهم و 10000 درهم أو 20000 درهم. خلاف حقيقي هو واش طريقة تحديد الرسوم كتراعي الواقع الاجتماعي والمالي ديال الناس. وهنا غادي نوصلوا للنقطة الموالية، حيت من بعد ظهور هذا الرسوم تشكلت واحد التنسيقية وطنية كتعارض هذا النظام. هي التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء الخاضعين للتوقيت الميسر والدعم. التنسيقية كتقدم راسها كواحد المبادرة مدنية مستقلة، يعني أنها كتعلن أنها ما تابعة لا حزب سياسي ولا تنظيم نقابي. هنا خصنا نفهموا علاش أصلا بانت هذه التنسيقية. بالنسبة للأشخاص اللي كيوقفوا وراء هذا الحراك، القضية ماشي فقط أنه الرسوم غالية، هما كيشوفوا أنه كاين واحد المبدأ أكبر من مسألة الثمن، وهو مبدأ مجانية التعليم وتكافؤ الفرص. التنسيقية استندت كذلك إلى الفصل 31 من الدستور، تعتبر أن هذا الفصل يضمن تكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم. من هنا الحراك ما بقاوش فقط في مستوى النقاش على مستوى التواصل الاجتماعي، ولكن وصل إلى المراسلات والمساطر القانونية واحتجاجات. التنسيقية راه رجعت إلى مراسلة الجهات الحكومية ومؤسسة الوسيط، حتى طرحت إمكانية اللجوء للمحاكم الإدارية. وزيد على هذا الشيء تم الإعلان عن أوقافات احتجاجية وطنية، دعوة إلى مقاطعة تسجيل المقابل. يعني أننا ما بقيناش قدام واحد الاعتراض فردي، ولكن قدام حراك منظم يحاول يوصل الرسالة ديالو عبر عدة قنوات، سواء قناة قانونية، المؤسساتية، احتجاجية. وهنا كيبان واحد التطور مهم. في البداية كان النقاش على علاش خاصني نخلص، من بعد ولا السؤال واش أصلا من حق الجامعات فرض هذا الرسوم. هنا تحول النقاش من موضوع مالي إلى موضوع دستوري وحقوقي. فخليونا نشوفوا الحجج اللي كيقدموها المعارضين للرسوم. كاينين ثلاثة ديال الأسباب، ثلاثة ديال المحاور الأساسية. أول محور هو الجانب الدستوري. التنسيقية كتعتبر أنه فرض عليها الرسوم كيطرح واحد الإشكال بالنسبة للفصل 31 من الدستور. بالنسبة لها الحق في التعليم خاصو يبقى مضمون على أساس تكافؤ الفرص. التقية كتقول أنه المشكل ماشي فقط في وجود الرسوم، ولكن في الآثار اللي يمكن تكون عندها على هذا الرسوم من وجود التعليم. لأنه الإنسان اللي ما عندوش إمكانية المالية ممكن يتمنع عمليا من فرصة متابعة الدراسة. ثاني محور هو تسليع المرفق العام، وهذه النقطة مهمة بزاف. أنهم معارضين خوفهم أن الجامعة العمومية تتحول تدريجيا من خدمة اجتماعية
الى مؤسسه كتبيع الخدمات ديالها بمقابل. يعني اليوم بالتوقيت الميسر، ولكن السؤال اللي كيطرح هو واش غدا غادي يكون نفس المنطق في انواع اخرى من التكوين. هذا التخوف هو اللي كيعبر عليه مفهوم التسليع التالي. كاين هذا التخوف منطقية أنه كتشير أنه التخوف من تحويل الجامعة العمومية من خدمة اجتماعية كتساهم في الارتقاء الاجتماعي إلى واحد المؤسسة تجارية كتبيع الشواهد والأوقات الميسرة. ثالث محور هو العدالة وتكافؤ الفرص. مثلا أن استثناء بعض الفئات بحال موظفي قطاع التعليم العالي كيطرح تساؤلات حول العدالة بين مختلف موظفين وجرائم. علاش فئة معينة يكون عندها واحد الوضع اللي مختلف؟ حيت إلا كان موضوع غير 5000 أو 10000 درهم كان يمكن يكون النقاش أسهل، ولكن ملي كيدخل الدستور والعدالة الاجتماعية ومبدأ مجانية التعليم قضية كتكبر بزاف. دابا باش نكونوا منصفين خاصنا نشوفوا الطرف الآخر، لأنه النقاش ما فيهش طرف واحد. كاين موقف التنسيقية والهيئات الحقوقية، مقابل كاين موقف رؤساء الجامعات والوزارة. رؤساء الجامعات كيدافعوا على شرعية هذا الرسوم. الحجة الأساسية هي الاستقلالية المالية والبيداغوجية اللي منحها القانون رقم 59 24 للجامعات. بمعنى آخر، الجامعة عندها إمكانية تنظم تكوينات موجهة لفئات معينة من بينها الموظفين والأجراء. ولكن كاين عنصر مهم في هذه الحجة، هو أن هذه الجامعات تتفرق ما بين المسار العادي والتوقيت الميسر. المسار العادي ديال الطلبة اللي متفرغين وكيبقى مجاني، أما التوقيت الميسر فهو تكوين موجه لفئة عندها ظروف مختلفة، وغالبا كيحتاج واحد التنظيم إضافي، كيحتاج أساتذة وتطوير، كيحتاج قاعات في مواعيد مختلفة، إمكانيات لوجستيكية وتنظيمية خارج ساعات العمل الرسمية. من هنا الجامعات كتقول أنه هذه التكاليف خاصها تكون مغطاة. يعني بالنسبة لها الرسوم ماشي بيع تعليم، ولكن هي مساهمة لتغطية تكاليف خدمة إضافية. وهنا كاين فرق كبير في طريقة فهم الموضوع. التقنية كتقول هذا الشيء تعليم جامعي، بالتالي خاصو يكون مجاني. الجامعة كتقول لك هذا التكوين عنده تنظيم وتكاليف إضافية، بالتالي من الطبيعي يكون عنده مقابل. يعني الخلاف حقيقي هو كيفاش كنصنفوا التوقيت الميسر. واش هو جزء من التعليم العمومي العادي، ولا هو خدمة إضافية عندها والتكلفة خاصة؟ وجاوب على هذا السؤال هو اللي كيأثر مباشرة على موضوع الرسوم. جهة عندنا تنسيقية الهيئات الحقوقية، من جهة أخرى عندنا رؤساء الجامعات والوزارة. بالنسبة للمرجعية القانونية التنسيقية كتستند للفصل 31 من الدستور وكتشدد على الحق في التعليم وتكافؤ الفرص. أما الجامعات فكتستند للقانون رقم 59 فاصلة نقطة 24 والاستقلالية الاستقلالية المالية والبيداغوجية اللي منحت للجامعات. بالنسبة للرسوم التنسيقية كتعتبرها خطوة نحو تسليع التعليم، بينما الجامعات كتعتبرها مساهمة في تكاليف الساعات الإضافية والخدمات اللي مرتبطة بالتوقيت الميسر. من الناحية الاجتماعية التنسيقية كتخاف من إقصاء الموظفين والأجراء ذوي الدخل المحدود. أما الجامعات فكتشوف أن تنظيم الرسوم كيساعد على تنظيم الطلب وضمان جودة التكوين. من ناحية واحدة أخرى كاين تخوف كبير عند المعارضين، وأن هذه الخطوة تكون غير بداية. بمعنى اليوم أنه الرسوم كتطبق على التوقيت الميسر، وغدا ممكن توسع الرسوم لمجالات أخرى. لكن الجامعات كتأكد أنه المسار العادي ديال الطلبة المتفرغين باقي مجاني، أن الرسوم مرتبطة بالتوقيت الميسر فقط. إذا كون الطرف عنده منطق مختلف، التنسيقية كتبدا من مبدأ التعليم حق، والجامعة كتبدا من واحد مبدأ هاد التكوين عنده تكلفة إضافية. والسؤال اللي خاص المجتمع يناقشوه هو كيفاش نلقاو التوازن ما بين الجوج ديال هاد المبادئ. كيفاش نضمنوا جودة التكوين في نفس الوقت كيفاش نضمنوا أن القدرة المالية ما توليش حاجز قدام الموظف اللي باغي يكمل القراية. وهنا القضية عندها أكثر من بعد، ماشي غير قانون، ماشي غير فلوس. كاين البعد البيداغوجي، البعد الحقوقي والقانوني، وكاين البعد الاجتماعي والنقابي. نبداو بالبيداغوجي. المغرب محتاج يطور الكفاءات الوطنية. التكوين المستمر عنده أهمية كبيرة، خصوصا بالنسبة للناس اللي خدامين وباغيين يطوروا المهارات ديالهم. الموظف اللي كيرجع يقرا ماشي بالضرورة كيقرا فقط من أجل الشهادة، يمكن يكون باغي يطور المستوى ديالو، يمكن يكون باغي يغير المسار المهني ديالو، يمكن حتى المؤسسة اللي خدام منها تستافد من هذا التطوير. ولكن في المقابل خاص الجودة تبقى موجودة.
يعني ماشي نفتح الباب للتكوين وشي ليا شويه من هاد الجوده. خاص كذلك تكون جوده في التدريس والتأطير والتحصيل العلمي. ثانيا عندنا البعد الحقوقي والقانوني. هنا القضيه كتولي اختبار حقيقي لمدى احترام المرجعيات الدستورية في حق في التعليم للجميع بدون تمييز. ثالثا البعد الاجتماعي، هذا مهم بزاف حيت الموظف او الاجير اللي باغي يكمل القرايه ديالو غالبا كيدير هذا الشيء باش يحسن الوضعيه المهنيه ديالو. اذا كانت الرسوم مرتفعه يمكن تولي القدره الماليه عامل مؤثر، خصوصا بالنسبه للطبقه المتوسطه. وهنا كيبان واحد التناقض. جهة مجتمع باغي الموظفين يطوروا المستوى ديالهم، من جهة أخرى إلا كانت هاد التكلفة هاد التطور مرتفع يمكن بعض الأشخاص ما يقدوش يستافدوا. ولهذا كتعتبر أنه هاد القضية عندها تأثير مباشر على السلم الاجتماعي وعلى رغبة الطبقة الوسطى في الترقي المهني والأكاديمي. دابا خليونا نرتبوا الأحداث زمنيا باش المشاهد يفهم كيفاش وصلنا لهذا الوضع. في فبراير 2026 صدر القانون رقم 5924 في الجريدة الرسمية. قانون كرس إمكانية تكليف قابل هذا الإطار. بعد يوليوز 2026 تم إقرار الشبكة التعريفية الموحدة لرسوم التوقيت الميسر في الجامعات، لأن منين ولات الرسوم محددة الموظفين والأجراء ولات عندهم فكرة واضحة على التكلفة اللي غادي يتحملوها. من بعد في غشت 2026 تأسست التنسيقية الوطنية وبدات المراسلات مع الوزارة ومؤسسات الوسيط. تم تحديد 23 غشت لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية مع الدعوة إلى مقاطعة التسجيل بالرسوم. يعني إلا بغينا نلخصوا هذا المسار: قرار قانوني، من بعد تحديد الرسوم، من بعد تأسيس تنسيقية، من بعد المراسلات والاعتراضات، ومن وراها كان احتجاج. غادي يكون احتجاج. وهذا كيبين كيفاش واحد القرار اللي بدأ واحد الإطار قانوني وإداري تحول تدريجيا إلى موضوع نقاش عمومي. دابا وصلنا لأهم الأجزاء. شنو كتقول لنا التنسيقية راسها؟ التنسيقية عندها واحد الموقف واضح، كتقول أنه المطلب ديالها ما كيتجاوزش مجرد تخفيض الرسوم. بمعنى آخر ماشي القضية هي نقصوا 5000 درهم ولا 3000 درهم ولا نقصوا 20000 درهم ولا 10000 درهم. حسب البيان اللي مقول عندنا المطلب كيتجاوز مجرد تخفيض أو مراجعة المبالغ. يعتبر دفاعا عن مبدأ مجانية المرفق العمومي وتكافؤ فرص في الحصول على المعرفة. وهنا كيبان الفرق كبير. النساقية كتعامل مع القضية كمبدأ، يعني بالنسبة لها القضية ماشي شحال غادي نخلص، ولكن واش أصلا خاصني نخلص باش نبقى في الجامعة العمومية. وهذا هو السبب اللي خلى الملف يتحول من نقاش حول الأسعار إلى نقاش حول فلسفة التعليم العمومي. الجامعة العمومية خاصها توفر فرص التعلم بدون مقابل، ولا يمكن يكون عندها تكوينات خاصة بمقابل. إذا قلنا شنو هي الحدود؟ شكون خاصو يخلص وشكون خاصو يستافد من الإعفاء؟ وشنو هي حتى المعايير اللي خاصها تكون؟ هاد الأسئلة كلها غادي تبقى مطروحة. يعني من خلال هذا الفيديو نقدروا نفهموا أن هذه القضية ديال التوقيت المؤسسة مبدعا ماشي واحد القضية بسيطة، حيت فيها أكثر من طرف. يعني وفيها أكثر من طرف وأكثر من زاوية، وكاين الجانب القانوني المالي الاجتماعي وحتى البيداغوجي. فيها الجامعات عندها واحد المنطق واضح كتقول أن القانون عطاها استقلالية مالية وبيداغوجية. كتقول كذلك أنه التوقيت الميسر راه مختلف تماما عن المسار العادي، وكيحتاج واحد الموارد إضافية وتأطير خارج الأوقات الرسمية. من هنا كتعتبر أنه الرسوم يمكن تكون وسيلة لتغطية هذه التكاليف. من جهة واحدة أخرى التنسيقية كتقول أنه المسألة راه أكبر من مجرد تغطية التكاليف. بالنسبة لها حنا قدام قضية كتهم بالجانب التعليم وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. كتخاف من أن القدرة المالية تولي حاجز أمام الموظفين والأجراء اللي باغيين يطوروا المحتوى ديالهم. إذن السؤال الحقيقي اللي كيبقى مطروح هو كيفاش نقدروا نوفقوا ما بين جوج ديال الحوايج. الحاجة الأولى هي أن الجامعات خاصها واحد الموارد مالية باش تضمن جودة التكوين. الحاجة الثانية هي أن الموظف أو الأجير اللي باغي يكمل قرايته ما خاصوش يتحرم بسبب القدرة المالية ديالو. واش الحل هو الإعفاء؟ واش الحل هو رسوم مرتبطة بالدخل؟ واش الحل هو منح منح ومساعدات؟ ولا خاص الدولة تحمل واحد جزء أكبر من التكلفة؟ هذا النقاش راه مازال محل. أهم من هذا النقاش هو يكون مبني على واحد المعطيات واضحة وعلى القانون وعلى الواقع الاجتماعي ديال الموظفين والأجراء. لأنه في النهاية الهدف ما خاصوش يكون فقط شكون كيربح النقاش، ولكن خاص يكون كيفاش نقدروا نطوروا التعليم الجامعي ونضمنوا الجودة.
في نفس الوقت حافظوا على تكافؤ الفرص. وهنا غادي نخلي لكم الكلمة لكم، لأنه واحد السؤال اللي نقدروا نفتحوا به هو الجودة ديال التعليم. إنه هو واش الجامعة ديالنا اللي كتلقاها مصنفة تقريبا 100 110 150 في الترتيب العالمي، واش هذيك الجودة ديال التعليم تستاهل أنني نخلص 2 المليون في العام؟ يعني مثلا كندير دكتوراه تقريبا نقولوا واحد 4 سنين 3 سنين اللي نقدر نديرها، يعني واحد 6 المليون 8 المليون اللي غادي نخلص. هادشي خارج عن طريق أنني باش غادي نمشي نقرا الكتب اللي خاصني نشري، بيسي اللي كاين اللي ما عندوش خاصو يشريه، بزاف ديال الحوايج اللي كيبانوا لك بيتيتر انت بسيطه انه بيسي كتاب، ولكن بالنسبه للناس وحدين اخرين راه ما عندوش باش يشري. واش كيتوافق في هذا الرأي؟ وشنو هو النقاش اللي انت كتقدر تحله؟ وشنو هو الجانب اللي انت كيبان لك في هذا الموضوع؟ إلا عجبكم الفيديو ديروا لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات الجديدة. شكرا بزاف على المشاهدة، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.